من القلعة الرياضية النهاردة ان احنا نشوف الكابتن للفريق سيدي غازي والمحرك الاساسي للاعيبه كابتن انور ابو الغيط والشهير بكابتن نور. كابتن نور اهلا بك. اهلا بك يا استاذ. السنه دي غير كل سنه، انا شايف استعدادات كبيره للفريق لخوض منافسه الشرسه في دوري 2018 2019. هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الاول، وبعدين فيه مجلس اداره معانا محترم ان شاء الله، يعني كويس تحت الدكتور محمد جدوم وقياده كابتن جمال جدوم ان شاء الله. يعني ان شاء الله السنه دي نعمل حاجه كويسه ونفرح فيها سيدي غازي ان شاء الله. شايف استعدادات كبيره، الاستعدادات ديت نابعه طبعا من مجهودات ذاتيه وان في تصميم داخلي لكم بالصوره. بص، هو احنا يعني بصراحه في مجموعه شباب كويس جدا السنه دي، ومصممين ان شاء الله يعني عشان ان احنا نعمل حاجه كويسه للبلد. وبصراحه يعني ما ينفعش اسم سيدي غازي يبقى بالطريقه ديت، يعني المفروض بقى يعني نطلع من المكان اللي احنا فيه ده، لان احنا المفروض سيدي غازي في مكان اعلى من كده بكتير. يعني احنا كنا في مكاننا المفروض يعني مع بيئه، مع السوق، مع الناس دي كلها، وكنا بنعمل معاهم ماتشات كويسه. لكن احنا بصراحه يعني بقى لنا فتره بعيد عن الساحه يعني. فان شاء الله السنه دي يعني في مجموعه شباب بسم الله ما شاء الله يعني كويسين جدا، وان شاء الله يعملوا حاجه كويسه ان شاء الله. كابتن انور، هل استعديتم لمنافسه الدوري بشراء صفقات اخرى او ولا اندماج اللاعيبه من اولاد البلد فقط؟ هو فيه يعني في صفقات بسم الله ما شاء الله جديده السنه دي. يعني احنا جايبين من يعني بص يعني من حوالينا يعني سيدي غازي، يعني فيه من برج البرولوس، وفيه من شان، وفيه لعيبه كانت لاعب الدوري الممتاز قبل كده. يعني الكابتن علي البسوني كان راجل يعني انت لاعب في الدوري الممتاز قبل كده، وفي لعيبه كتير بسم الله ما شاء الله. يعني بالاضافه الى المجموعه بتاعت سيدي غازي يعني في برضه شباب كويس وطالع، يعني مجموعه شباب من سيدي غازي، مجموعه كويسه، شباب صغير. وفيه برضه يعني ايه احنا بنساعد معاهم كده بس، يعني ايه عشان يعملوا حاجه ان شاء الله اسم سيدي غازي. طيب كلمه اخيره جماهير سيدي غازي اللي هتتابعنا السنه دي وهتتابع مشوار فريق سيدي غازي. يعني انا بقول لهم ان شاء الله، بس يعني انتوا يعني المسانده بس، يعني ايه يعني ان شاء الله يبقى مسانده جماهيريه كويسه ان شاء الله، زي ما احنا متعودين منهم. وان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله، ونحقق لهم حلمهم السنه دي ان شاء الله، ويصعدوا ان شاء الله يعني. في نهاية اللقاء الرياضي والعرس الرياضي بمحافظة كفر الشيخ من داخل مدينة سيدي غازي وعلى ملعب الأسياد، كان لقائنا الرياضي مع رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الفني والمدرب العام وكابتن فريق سيدي غازي، ومساندة جماهيرية للمشوار الرياضي بمدينة سيدي غازي السنة دي. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.